لو معايا فلوس قليلة استثمر ازاي؟ طبعا متوقع الحلقة دي اكتر حاجة تجيب مشاهدات عشان كلنا معانا فلوس قليلة. وخلينا نقول ان كمان موضوع الفلوس القليلة ده هو بتبقى حجة اكترية الناس في ان هم يصرفوا فلوسهم، لان يقول لك يعني وانا لو حوشت 500 جنيه يعملوا ايه، وانا لو حوشت 1000 جنيه يعملوا ايه. فانا النهارده هحل لكم المشكلة دي. بس قبل ما ابتدي اتكلم في اي حاجه عايز اقول حاجتين. الحاجه الاولانيه، اولا احنا مش يعني الشركات اللي انا هقول عليها النهارده هي مش دافعه لنا اي فلوس، ده تجربتي الشخصيه وتوصيتي الشخصيه يعني في الحاجات اللي انا بتعامل عليها انا شخصيا. الحاجه التانيه كمان ان عشان نقفل قصه الامان ونضمن منين والكلام ده، اي حاجه هذكرها في الفيديو ده هي تحت رقابه البنك المركزي وهيئه الرقابه الماليه. وعايزك تفتح دماغك معايا شويه عشان العالم عمال يتطور واحنا لسه واقفين عند فكره اصل انا لو حطيت فلوسي في البنك انا احب انام وفلوسي في حضني والكلام ده كله. يا جماعه الدنيا بقت متطوره اكتر من كده بكتير واحسن من كده بكتير. احنا مش مصر في الثمانينات والتسعينات ايام الريان، احنا في حته متقدمه عن كده كتير. وعلى العموم احنا النهارده بنتكلم على ازاي تستثمر فلوس قليله، فهي في الاخر فلوس قليله. حطها بدل ما انت بتروح تدي الفلوس لابن خالتك وفي الاخر يدخلك في مشروع وتخسر كل فلوسك وترجع تقول اصل ما كنتش ضامن. فيعني خلينا كده نجرب، وخليك متطور مع اللي بيحصل في العالم حواليك عشان تعرف تقتنص الفرص الاستثماريه المظبوطه. طيب احنا عندنا، انا هتكلم عن تطبيقين اساسيين، لكن هتلاقوني في الكابشن او في اول كومنت تحت حاطط لكم لينكات لتطبيقات تانية ينفع ان انت تستغلها في الاستثمار. اول تطبيق هنتكلم عليه وهو طبعا تطبيق مهم جدا لانه بيحوي على العديد من الادوات الاستثماريه اللي تقدروا تستخدموها، هو تطبيق ثاندر. وثاندر هم شركه نقدر نسميها انها وسيط استثماري، هيكون عليه منتجات استثماريه كتيره تقدر حضرتك تنقي منها. طيب اول خطوه هنخش نريجستر على ثاندر، ده رقم واحد. رقم اتنين هنتبع الخطوات بقى بشكل او باخر. ورقم اتنين هنحتاج ان احنا نحول الفلوس. تحويل الفلوس سهل جدا، هيتم عن طريق انستا باي، هتلاقوا ارقام الحسابات موجوده على الابلكيشن. تحول الفلوس على من انستا باي من عندك عادي خالص، الفلوس هتظهر في حسابك بعد حوالي 24 ساعه. هتخش على ثاندر هتلاقي منتجات استثماريه كتيره جدا، في منها بقى حاجات اللي هي بتدخل ادوات ذات عائد ثابت ما فيهاش مخاطره، تقدر تشتري اسهم في البورصه، تقدر تشتري في الصناديق، في عندك صناديق الذهب، في عندك صناديق للبورصه، في عندك ادوات استثماريه كتيره جدا تقدر ان انت تستغلها وتشتري فيها بارقام قليله. الفكره ان انت محتاج تجرب الكلام ده، زي ما بقول لك كده حط حتى مبلغ قليل في الاول وابتدي جرب عشان تتعلم، عشان دي فرصه استثماريه انت محتاج تعرفها. انا دايما بيجي لي التليفونات والناس تقول لي ايه ده، هو في حاجه بتعمل كذا؟ ايه ده، هو انا ينفع اعمل كذا؟ طب ما هو الحاجات موجوده، انت محتاج بس تعرفها. طيب الحاجات التانية اللي هنتكلم عنها، عشان الناس كلها بتحب تشتري ذهب بس مش دايما دلوقتي الذهب طبعا بقى بحوالي 6000 جنيه ولا حاجه، فما بيبقاش معانا 6000 جنيه فما بنقدرش نشتري. في تطبيق تاني اسمه منجم، ومنجم بيسمح لك انك تشتري الذهب بطريقتين. يا اما ان انت تشتري الذهب فيزيكال، يعني تطلب الذهب ويجي لك ديليفري على البيت كده في ايدك، وده طبعا هتلاقي بتشتري سبائك، ممكن بقى تشتري جرام ولا حاجه، بس ده مش هيحقق لك فكره انك تدفع فلوس قليله. لكن في طريقه تانية عاملها منجم، وهي انك تشتري الذهب فراكشنال. يعني ايه فراكشنال؟ يعني باخد جزء من الجرام. يعني ايه جزء من الجرام؟ يعني بدل ما انا بشتري جرام ذهب بشتري 1/10 من الجرام من الذهب. يعني ايه؟ يعني لو الذهب سعره 6000 جنيه انا اقدر ادفع 600 جنيه واخد 1/10 من الجرام من الذهب. 1/10 من الجرام من الذهب ده هاخده فين في ايدي كده؟ لا بقى، هنا انت بتاخده فيرتشوال. يعني ايه فيرتشوال؟ يعني بيتحط في رصيدك في حسابك على منجم ان انت عندك 1/10 من الجرام من الذهب، بتشتري بسعر السوق وبتبيع بسعر السوق بعدين. فلو الذهب طلع 10% انت هتكسب 10%، لو الذهب طلع 20% انت هتكسب 20%، لو الذهب نزل 5% انت هتخسر 5%. دي طريقه لطيفه قوي ان انت تبتدي تحوش في الذهب بشكل تدريجي وبالراحه كده بفلوس قليله. وفي نفس الوقت انت لما بتقدر توصل لعدد جرامات معينه من التراكمات اللي انت عملتها دي تقدر تطلب الذهب اللي انت حوشته ده فيزيكال. على فكره الحاجات دي مش موجوده في الهواء، في عمليات بتحصل ورا الكلام ده عشان تامن ان انت بتشتري الذهب. يعني الذهب اللي انت بتشتريه ده بيشترى فعلا وبيتحط في خزائن تبع حاجه اسمها اي جي كاش، وكل العمليات دي بيبقى متراقب عليها من البنك المركزي وهيئه رقابه ماليه. حول فلوس وابتدي خطواتك الاستثماريه وابتدي جرب واتعلم، عشان اول خطوه لازم تفهمها كويس في الاستثمار انك تتعلم. الناس بتبقى عايزه كبسوله، واحد يقول لها حط فلوسك في كذا، شيل فلوسك من كذا، والموضوع ما بيمشيش كده، لازم تتعلم خطوه بخطوه. هحط لكم اللينكات في الكابشن او في التعليقات. بس خلي بالك لعبه الاستثمار زي ما فيها ادوات ممكن تكون امنه، فيها كمان ادوات عاليه المخاطره. عاليه المخاطره مش معناها ان انا لما خسرت فلوس انا اتنصب عليا. عاليه المخاطره يعني انا كنت داخل اخد مخاطره معينه عشان اعمل عائد معين، وفي الاخر المخاطره دي اتحققت فما قدرتش اعمله. عشان كده الفيديو اللي جاي هنتكلم شويه على ايه المخاطرات الاستثماريه اللي الناس احيانا ما بتاخدش بالها منها وهي بتستثمر فلوسها. اشوفكم الفيديو الجاي.